مساء الخير عليكم. هنشوف الفرق في التلاجات الشارب بين التلاجة الديجيتال البلازما وبين التلاجة اللي هي عادية مش ديجيتال وبلازما وبين الانفرتر ديجيتال بلازما باب ازاز. ادي التلات تلاجات موجودين جنب بعض. اللي على اليمين دي اللي هي اسود فينبيتي اللي هي انفرتر باب ازاز، دي انفرتر ديجيتال باب ازاز. اللي جنبها دي ديجيتال بس مش باب ازاز ومش انفرتر اللي هي السيلفر العادي. التالتة دي اللي هي السيلفر العادي مش ديجيتال ولا بلازما ولا انفرتر. يبقى عندنا عادية مش ديجيتال مش انفرتر مش بلازما، وعندنا اللي بعديها ديجيتال عادية برضو مش انفرتر ديجيتال عادي. اللي بعدهم دي ديجيتال انفرتر زجاج. يبقى في 3 حاجات من التلاجات الشارب، او عامة يعني في شركات كتير منزلة كده. ادي الشكل من جوه بتاع التلاجة اللي هي العادية اللي هي مش ديجيتال ومش انفرتر ومش بلازما في الفريزر من فوق. ادي الشكل مفيهوش اي زيادة في التلاجة. نيجي نشوف اللي زيها بس ديجيتال. اهو الشكل، ادي الباب وادي الكابينة. الشكل فيه بيختلف هنا في الإضاءة اللي موجودة دي هنا جوه مش موجودة في التانية، اهو مش موجودة في العادي. هنا تحت في التلاجة اللي هي الديجيتال، ادي الديجيتال اهو شاشة الديجيتال بتاعتها اهي ديجيتال، فيها بلازما بس مش انفرتر، يعني ما توفرش الكهرباء. في فرق بين الانفرتر وفرق بين الديجيتال والعادي. البلازما دي بتبقى العلامة دي اللي هي موجودة عليها، دي بتدل على ان علامة البلازما موجودة ودرجة الحرارة بتتظبط من بره بتاعت التبريد بتاعت التلاجة. التانية ما فيهاش العلامة دي. وادي الشكل من جوه بيبقى دي فيها درج بتاع الشيلد روم اللي هو بتاع الحفظ. التانية اللي هي العادية اهو برضو فيها الشيلد روم اللي هو الحفظ، بس الترموستات بتاعتها بتبقى من جوه في التلاجة اهي. ادي الترموستات بتاعت الظبط. يبقى هنا اللي بيختلف في التلاجتين دول ان هما واحده فيها الديجيتال من بره وواحده فيها الظبط الترموستات من جوه وما فيهاش شاشه. ده كده بالنسبه للتلاجتين اللي هما الديجيتال والعادي. ده الفرق بين الاثنين. يبقى الديجيتال فيها بلازما وظبط من بره، التاني ما فيهاش بلازما وما فيهاش